منذ اندلاع الثورة السورية لم يبقى صغير ولا كبير من الشعب السوري الثائر إلا وأمطر بشار الأسد وعائلته بوابل من الإهانات التي لا يحتملها أي شخص على وجه الأرض لديه ولو ذرة كرامة واحدة، حتى أن إهانات هذا الطاغية أصبحت عنوانا رئيسيا لجميع نشرات الأخبار في كافة أنحاء العالم، حتى أن بعض الوكالات الإخبارية اعتمدت اسم بشار البطة بدلا من بشار الأسد، وذلك بعد فضيحة الرسائل التي تم تسريبها من البريد الإلكتروني الخاص ببشار الأسد، والتي كانت عبارة عن محادثات جنسية وغرامية بين بشار الأسد وعشيقته شهرزاد الجعفري، التي كانت تعمل كمستشارة إعلامية له للشؤون الخارجية، وهي ابنة الشبيح بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث كانت شهرزاد تدلع عشيقها بشار بلقب البطة خلال الرسائل المتبادلة بينهما، ما جعل من الأسد سخرية أمام وسائل الإعلام العالمية التي عنونت أخبارها بعبارة أسد على شعبه وبطة أمام عشيقته. وأما العبارات التي يستخدمها الشعب السوري الثائر خلال مظاهراتهم السلمية في سوريا وخارجها منذ انطلاق الثورة السورية وإلى يومنا هذا، فحدث ولا حرج عن كمية الإهانات والشتائم التي يتم توجيهها لبشار الأسد وعائلته المجرمة، فإن التاريخ لم يشهد قط رئيسا يهان لهذه الدرجة ويسمع إهانته بأذنيه ويرضى بها، مقابل أن يبقى وعائلته في السلطة ينهبون خيرات البلاد والعباد. وعدا عن جميع ما تم ذكره من الإهانات السابقة، فلم يذكر التاريخ بأن رئيس دولة يملك بعضا من الكرامة يرضى على نفسه بأن تنتهك سيادة أرضه من خلال القصف المتكرر من الطائرات الإسرائيلية التي تستهدف مطاراته وقطاعاته العسكرية بشكل دوري، دون أن يتجرأ ولو لمرة واحدة أن يرد على هذه الاعتداءات أو يعترض تلك الطائرات المعادية ولو حتى بالزغاريد. ولم نسمع على مر التاريخ بأن رئيس دولة يبيع أرضه للمستعمر ويصبح هو أجيرا عنده ينفذ أوامره ويدير مصالحه، كما فعل الأسد مع روسيا وإيران اللذان جلبهما وباعهما أغلب مقدرات سوريا ومساحات ضخمة من الأراضي السورية ليقيموا عليها مشاريعهم، حيث أصبح الروس والإيرانيين هم من يديرون سوريا، ولا يحق لبشار الأسد أن يصدر أي قرار دون العودة لهم، وكل ذلك مقابل أن يساعدوه في البقاء على رأس السلطة واستمراره في نهب خيرات هذا البلد. وللعلم فليس ذلك على هذه العائلة بالجديد، فقد ذكرت إحدى الوثائق التاريخية أن جد بشار الأسد قد تآمر مع الاستعمار الفرنسي ضد أبناء جلدته، فالخيانة متأصلة في هذه العائلة منذ القدم. ومع بداية الحرب التي اندلعت مؤخرا في غزة بدأ اسم بشار الأسد بالظهور إلى الواجهة، حيث أصبح بشار الأسد محطا لسخرية جميع الوكالات الإخبارية والإعلاميين العرب بسبب الطريقة التي تعاطى فيها الأسد مع هذه الحرب، فلم يظهر الأسد أمام الإعلام منذ بدايتها ولم يعلن عن موقفه من هذه الحرب الدائرة، وهو الذي يقدم نفسه بأنه من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، وقد أدخم مسامعنا بخطاباته الرنانة، وها هو اليوم يختبئ في جحره لم يتجرأ حتى على استنكار تلك الجرائم التي تحدث هناك بحق الفلسطينيين. ومع كل هذا الذل والهوان وكمية الجبن والخنوع التي يتمتع بها هذا المجرم، يكون بشار الأسد قد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من أوسع أبوابها، باعتباره أجبن وأنذل رئيس دولة عرفه التاريخ البشري على مر العصور، مع ضمان مؤكد بأن هذا الإنجاز وهذا الرقم القياسي لن ينافسه عليه أحد، فمن المستحيل أن تنجب البشرية أقذر وأخبث من هذا القمع ومن عائلته الملعونة.